بكتر حسين وانعى واصيح بصوت يا ابن امي وسمعه عما وصيح بصوت يا ابن امي وسمعه وهيلي على الاخو دمعه على دمعه عما مصاب حسين والصح شاي يرعى شلون عفنا وودعه على زينب ضاقت الوسع على زينب ضاقت الوسعة. قيل خرجت الحوراء زينب شافت الحسين من بعيد على الرمضاء نايم خيش لا النوم خويا وصي على هذا الطول ممدود انا ردك تجي وموش مفقود ولي ما ظنت عود بعد ذيك الليالي ما ظنت عود حتى وصلت إلى الحسين قال لها أخي زينب من الذي أتى بك إلى هذا المكان ايش جابك يا أخويا قالت لخيي وجيت اتوادع وياك ما ينحمل يا ابن ام فرقه أولاد النساء يا حسين وانساك آجركم الله يا جماعة. قيل سجدت الحوراء زينب بمقربة من جسد الحسين أخذت تعاتب الحسين البارحة عيون الخلق شبعانة نوم أو زينب على عيال كم بالبر تحوم حسين هسه لقومتك ما باللزوم تشتردين خويا مبارك همس حاجين خويا تدرون لو ما عدكم عليم خويا شافوا طول الماعدة سيم شلون ممشى المرة ويا الزلم يلوق لك هذا الحكي يا حسيني حال تمشي النوق وانا بلا يحل ولا نهار اقعد ترى ولا ليل الحاف يركض ورا والدم يصير وحاد الضعين ما يرضى برهي تانيني خويا شفتها ولا مش كثير
ويا كل خطوة أقوما ونطور العافية البيا بكتر وانا بكتر وساعة طار النوم ما مر عيني أريد أسأل وسالف للي شيعون أو شيل الجنايز عدكم وشلون دور الحوافر من تجي الخيل بلكت وذر لحسين تلقوا بلكت وذار لحسين تلقون أريد أقرأ موقف الدعاء قيل وقفت الحوراء زينب بين الجثث وبين الخيام أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار حرقت خيمتنا ونار حرقت بابل. إذا ما تجاوبني إذا ما تنعى وياي ترى هذا الطور ما ينجح هذا الطور. أريدك تجاوبنا وين مولاتك؟ أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار حرقت خيمتنا ونار حرقت بابل. وانا اللي شفت ضلعين واحد صوب المسمار أو واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن. وانا اللي فجعني البين بهل وصرت مفجوعة انا الشاهد تشفين للعباس مقطوع انا الشاهد تشفين للعباس مقطوعة انا اللي شفت اخوي حسين كله مكسر ظلو ولمها لو ان نجمع مصايبكم ولمها ما تواصل حسن زينب خويا ولمها زينب تقول وحيدة ولا أبو عدا ولا وحيدة ولا أبعدها ولا أخوة ويصر بينا المية هي